ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده هنجرب مطعم مشويات ابو خديجه. جبنا منه نص كفته وهنشوف الطعم النهارده حلو ولا لا، وهنديه تقييم من 1 ل10. ده بيجي معاه رغيفين عيش، يجي معاه علبتين طحينه وعلبتين سلطه. ده منظر صندوق، وندي تقييمنا بمنتهى الصراحه. وعايزين نعرف برضه ان الاكل اذواق، يعني ممكن اللي يعجبني ما يعجبكش، وممكن اللي يعجبك ما يعجبنيش. انا بقول رايي الشخصي. تمام. طلع الطحينه. رغيفين العيش همك اللي بيجوا معاه عيش بلدي وطازه سخن. تمام. وده منظر النص كفتة، 4 صوابع كبار. ده المنظر باين في الكاميرا. تمام. أول حاجة هندوق كده من غير أي حاجة ونشوف طعمها. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها حلو، التتبيلة بتاعتها حلوة، بس في بصل كتير. لو باين عندكم في الكاميرا التتبيلة بتاعتها كتير، يعني المفروض يقلل التتبيلة شوية. ندوق كده مع لقمة عيش وطحينة. لو لسه متفرج وما عملتش لايك اعمل لايك واشترك في القناة. عايزين نوصل بقى 10,000 كده. قول بسم الله. مم. بص، هي طعمها مع الطحينة أحلى بكتير. فلو هنديه تقييم من 1 ل10، هي كواليتي لحمة ممتازة الحق يتقال، بس البصل يقل شوية، فاديله تقييم 9 من 10 كده. أنا كان موافق. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وعايزين نوصل 10,000 مشترك. واكتبوا لي عايزين الفيديو الجاي أجرب مطعم إيه. السلام عليكم.